تعال اقول لك ليه الاهلي فوق الجميع. الزمالك لما انسحب سنة 2017 قصاد نادي مصر المقاصة اتخصم منه 6 نقاط. الزمالك لما انسحب قدام النادي الاهلي سنة 2020 اتخصم منه 6 نقاط. الاهلي لما انسحب قصاد نادي الزمالك سنة 2025 اتخصم منه 3 نقاط بس. وكان السبب ايه؟ الرابطة قالت لك ان الاهلي تم اتخاذ قراره في ظرف قهري. ايه هو الظرف القهري؟ ومع ذلك حصلت القرار بتاعها في ان محدش يراجعها فيه. يعني القرار محصل محدش يراجعها فيه عشان هو الاهلي. طيب وبعدين ايه هو الظرف القهري؟ الظرف القهري اللي بيتكلموا فيه ان الاهلي طلب حكام اجانب عشان تدير المباراة، ورفض الحكام المصريين للتشكيك في امكانياتهم او نزاهتهم. طيب ما تيجي نقارن الاهلي باعظم نادي في الكون. اعظم نادي في الكون ريال مدريد. في ماتش الكاس الاخير مع برشلونة ريال مدريد رفض الحكم الاسباني اللي رشحه الاتحاد الاسباني للمباراة، وعمل مؤتمر صحفي كبير وهدد بالانسحاب من المباراة واتهم الحكم بانه مرتشي. الاتحاد الاسباني رشح الحكم واصر ان الحكم هو اللي يدير المباراة. الحكم ادار المباراة ما بين ريال مدريد وبرشلونة وفاز برشلونة. عشان كده بقول لك ان الاهلي فوق الجميع، فوق اتحاد الكورة، فوق الرابطة، فوق لجنة التظلمات. بس يا سيدي، السلام عليكم.